السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة الأفعال اللي بتدي نفس المعنى. عندنا النهاردة فعل اللي هو بمعنى تلبس أو يلبس. sich anziehen، وده فعل ريفلكسيف بيساوي فعل tragen، بيساوي فعل anhaben، بيساوي فعل aufhaben، بيساوي فعل aufsitzen. فعل sich anziehen هو فعل ريفلكسيف بيكتفي، ما بيحتاجش اوبجكت، بيدي معنى إنك لبست هدومك. ايش تسيها مش ان، يعني انا يعني هلبس هدوم. تمام كده. طب فعل تراجن، تعال نشوف المثال. sie hat ein Kleid getragen، يعني هي لبست فستان. تعال نشوف مثال على فعل anhaben. ich habe den Mantel oder die Schuhe angehabt، انا لبست اللي هو البلطو والايه والجزمة او الحذاء. er hat den Hut aufgehabt، يعني هو لبس القبعة. تمام. فعل aufsitzen. Ich setze eine Maske oder die Brille oder die Kopfhörer auf. لو أنا هلبس ماسك، هلبس نظارة، أو هلبس اللي هي سماعات الرأس اللي هي زي الهيدفون يعني. تمام. فدي هنا النهاردة كانت الأفعال اللي ممكن تدي معنى إنك تلبس حاجة. تمام. خلي بالك إن فعل aufsitzen مش بيدي معنى انك تلبس هدوم، ولكن انك بتلبس حاجة يعني اجزاء ممكن تتحط على الوش، اللي هو زي الماسك، زي النضارة، زي السماعات، ممكن القبعة. تمام. لكن مش انك تلبس لبس اللي هو زي قميص او بنطلون. تمام. لكن بقية الافعال اللي فوق تقدر تستخدمها مع الملابس. تمام. ده الفرق الوحيد ما بين فعل aufsitzen والافعال اللي قبله. اتمنى اكون فدتكم في محاضرة النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.